والمشكلة الأكبر إنك كل مرة ترجع تبدأ من جديد بنفس الطريقة، نفس الحماس، نفس الأخطاء، ونفس النتيجة. تحاول تشد على نفسك أكثر، تحرم نفسك أكثر، وتتوقع إن هالمرة بتكون مختلفة، لكن الواقع نفس الدائرة تتكرر. تبدأ قوي، ثم تتعب، ثم تمل، ثم توقف، وبعدين تحس بالذنب وترجع تقول المشكلة فيني. لكن لا، المشكلة مو فيك، المشكلة في الطريقة اللي تمشي عليها. جسمك مو مصمم يتحمل حرمان قاسي طول الوقت ولا يعيش على ضغط مستمر. جسمك يحتاج توازن، يحتاج نظام تقدر تمشي عليه بدون ما تحس إنك مجبور، بدون ما تحس إنك تعيش عقاب. لأن الحقيقة البسيطة، أي نظام ما تقدر تستمر عليه راح تفشل فيه مهما كان قوي بالبداية. وأي نظام يخليك مرتاح وقادر تكمل، هذا هو اللي يعطيك نتائج حقيقية. التغيير الحقيقي ما يجي بسرعة ولا يجي بالقرمة، يجي بالفهم. لما تفهم جسمك وتعرف وش يحتاج وتبني نظام يناسب حياتك، وقتها تبدأ النتائج تظهر بشكل طبيعي. مو بس نزول وزن، لكن طاقة أعلى، نفسية أفضل، وثقة بنفسك ترجع لك. وهنا الفرق الحقيقي بين شخص يحاول وينهار وشخص يفهم ويستمر. فكر فيها زين، هل بتعيد نفس الغلطة ولا بتبدأ بطريقة مختلفة وتكمل للنهاية؟